هاي بنات، إيه الاخبار؟ هاتي المشروب المفضل ليكي ويلا بينا النهارده حلقة جديدة من قعدة بنات. سؤالي ليكي النهارده، هل انتي واثقة من نفسك بجد؟ انتي فعلا واثقة من نفسك ولا لا؟ الثقة بالنفس دي حاجة مش بنتولد بيها نهائيا، لا، هي حاجة بنكتسبها مع الوقت لما بنشتغل على نفسنا وبنسعى ونطور من نفسنا، هي بتيجي لينا. لكن انتي مش بتتولدي وانتي ثقتك في نفسك تمام ومية مية وما فيهاش اي خلل او ما في، لا، انتي بتكتسبيها. انتي مع مرور الوقت ومع انك انتي بتشتغلي على نفسك بتكتسبيها. انتي مش هتبقي واثقة من نفسك غير لما انتي تشوفي نفسك انك قادرة. يعني لما تقولي لنفسك ان بكرة مثلا هصحى الساعة 8 الصبح، وبكرة يجي وفعلا تصحي الساعة 8 الصبح، ده بيدي لنفسك احساس حلو واحساس انك انت فعلا قادرة. كل كلمة بتقوليها لنفسك قادرة انك انت بتفعليها وبتنفذيها تلقائيا. عقلك الباطن هيفسر اي حاجة تحكيها لنفسك انك انت فعلا هتنفذيها، وهيشجعك انك تعملي كده، انك تعملي الحاجة اللي بتقوليها. فانت لما بتدي لنفسك اهداف ولما بتحطي لنفسك نقاط تمشي عليها وبتنفذيها، ده بيدي لنفسك انك انت فعلا قادرة، انك انت قد الكلمة اللي بتقوليها لنفسك. فده بيدي انطباع حلو عن نفسك انك فعلا بتعملي اللي بتقوليه لعقلك. فلازم اي واحدة مننا اولا يكون عندها اهداف، ولازم يكون عندها هدف انك انتي تكوني البنت الواثقة من نفسها، اللي دايما صوتها ثابت وكلامها دايما موزون، واللي دايما بتكون هي عارفة عايزة ايه، وما بتخافش من الناس ولا ما بتخافش من الحكم الناس عليها. بتبقى عارفة هي عايزة ايه، عارفة حياتها ماشية ازاي، بتخطط لحياتها، بتضع لنفسها كل يوم نقاط تمشي عليها، عارفة يومها بيبقى ماشي ازاي، طريقة كلامها بتبقى عارفة، مش الصوت فيه هزة خوف، لا، بتبقى صوتها واضح وواثقة وبثبات. وكمان كلامها دايما موزون، بتقول الكلام موزون، مش بتطلع اي كلام وخلاص وفي الاخر لما بتروح بتندم على الكلام اللي قالته ده، لا، هي بتكون كلامها موزون. واللي دايما بتكون عارفة هي عايزة ايه، انا عايزة ايه النهاردة، انا النهاردة هعمل ايه. ما بتخافش من الناس وما بتخافش من كلام الناس وما بتخافش انها هي تقول حاجة قدام الناس فالناس هتحكم عليا فانا مش هقولها فانا هخاف وهتراجع، لا، مش كده. بالعكس، بتكون قد ان الناس لو حكمت عليا انا هتقبل الحكم اللي هم هيحكموه ده. فانت دايما خليكي اللي بتكون مش رهبة الناس، لا، بالعكس، الشخص اللي دايما بيكون واثق من نفسه بيكون بيلمع في المكان اللي هو فيه، بيكون ايا كان المكان اللي بيتحط فيه بيلمع وبيثبت نفسه فيه. يعني احنا بننجذب دايما المسلسلات والافلام اللي تكون البطلة فيها قوية وشخصيتها قوية وكلامها مسموع، وان هي دايما يعني شخصيتها حلوة، فاحنا بننجذب ليها ونبقى حابينها عن مثلا باقي الاشخاص اللي في المسلسل. فليه ما تكونيش كده؟ ليه ما تكونيش زيها؟ بس برضو الثقة بالنفس مش ان بتيجي بالسهولة اللي بنشوفها في الافلام. إيه الصورة اللي بيننا، لا، ما بتكونش كده. مش زي مثلا لما شفت البطلة فانا هبقى زيها، فالكلمة اللي انا قلت ان انا هبقى زيها فخلاص كده بقيت زيها وخلاص كده ثقتي في نفسي بقيت فيا، لا. ده موضوع انت بتمشي فيه خطوة خطوة، وكمان بتشتغلي عليه واحدة واحدة. انك انت برضو تقولي انك هتفرج على فيديوز كتير، فيديوز للثقة بالنفس تقوي الثقة بالنفس وتزودها، ماشي، دي طبعا حاجة حلوة وده من ضمنهم الفيديو ده. بس مش كل حاجة اني انا لما اتفرج وخلصت فرجة الفيديوز فاروح قلبة سكيب الفيديو بعده وما طلعتش بأي فايدة من كده، من الفيديو اللي حضرته. الفيديوهات بدون ما انك انت تطبقي الكلام اللي بيتقال فيها، وانك انت بتاخدي لو معلومة واحدة من كل فيديو وبتكتبيها وبتطبقيها، يبقى اللي بيتقال ولا كأنه عمل معاكي اي حاجة خالص. وقت من عندك وعدى. لو انت هتعملي كده اعملي السكيب للفيديو ده واطلعي منه. لكن لو انت هتاخدي مع نفسك قرار ان انا فعلا هنفذ اللي انا هقوله، اني لازم اكون زي ما الفيديوهات قالت مثلا 1 2 3 النهارده هتكلم عليه، فهكتبهم في ورقة وهشتغل عليهم.
فده انا استفدت كده من الفيديو، انا طلعت بحصيلة اني انا حصيلة معلومات فعلا ازاي ازود ثقتي في نفسي. لكن اني اسمع ومفيش جديد في شخصيتي او ما بطبقش الكلام اللي بيتقال، يبقى خلاص ايه فايدة الفيديوز اللي بتحضريها؟ لازم تطبقي كل كلمة في الفيديو بتتقال، ولو ما عملتيش كده يبقى الكلام ولا كأنه فايدك في اي حاجة. لازم علشان تكوني واثقة من نفسك تشتغلي على: واحد، لازم يكون عندك حياة خاصة بيكي، اهتماماتك وانجازاتك وحاجات بتحبي تعمليها عشان تقدري تطلعي النسخة الواثقة من نفسها. مش انك تكوني فاضية طول الوقت بتقلبي في الريلز والتيك توك بالساعات وعايزة يكون ليكي شخصية قوية. طب ازاي؟ طب انتي بتعملي ايه اصلا عشان تكوني شخصيتك قوية؟ لا، طول ما انتي حياتك فاضية ازاي عايزة تكون ليكي شخصية قوية؟ طب ازاي؟ طب ما انتي حياتك اصلا فاضية، ما بتعمليش حاجة، واقفة في مكانك. طول ما انتي واقفة في مكانك مش هيكون ليكي شخصية قوية، ومش هتتطوري، وهتبقي واقفة في مكانك، وهتدخلي كمان في اكتئاب. طب ليه؟ لازم تتعلمي تحطي لنفسك اهداف وتصحي كل يوم عشان تنفذيها. عشان تنفذي الاهداف دي، يعني لو كتبتي مثلا في التودو ليست بتاعتك انك النهاردة هتشربي 2 لتر مية، انك مثلا هتقرأي من الكتاب ده 10 صفح، انك هتمشي 10,000 خطوة النهاردة. حطي كل اللي انتي نفسك تعمليه مثلا، وابدأي واحدة واحدة، وحطي اهداف صغيرة. ما تحطيش ابدا اهداف كبيرة مش هتحققيها، حاجات بسيطة وصغيرة. اخر اليوم في التدريس لما تعملي صح 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 عليهم بتحسي باحساس روعة، بتحسي انك انتي انا بمشي خطوة خطوة وبتطور خطوة خطوة، وبكون حاسة بإنجاز إني أنا بحقق اللي أنا بكتبه، وبكون قد الكلمة اللي أنا قايلاها. برضو لازم تحطي أهداف معقولة وسهلة التحقيق. يعني مش إنك مثلا هتحطي أهداف كبيرة ومش هتتحقق، أو في الآخر تقولي لا أنا فشلت، أنا معرفتش أنفذ اللي قلته، أنا مش بتطور، أنا واقفة في مكاني. طب ما انتي حاطة لنفسك أهداف كبيرة، إزاي هتحققيها؟ ازاي لما تحطي الحاجة مثلا كبيرة قوي عليكي واخر اليوم تعملي قدامها غلط؟ ما انتي برضو هتحسي انك فعلا محاسة باحساس وحش، ما تطورتش، ما نفذتش اللي قلته، ما عملتش اللي كنت عايزة اعمله النهاردة. فلا، احنا نحط اهداف صغيرة جدا، حتى لو اهداف عبيطة وهبلة بالنسبة لك، بس في الاخر واحدة واحدة الاهداف الصغيرة دي بتكون لك الهدف الكبير ده وبتقدري انك تحققيه. لازم لما تقولي حاجة انك هتعمليها لازم تكوني قد الكلام اللي انت بتقولي لنفسك وقد الهدف اللي انت بتحطيه لنفسك. ده بيزود ثقة عندك بشكل جميل جدا، بيخلي الثقة عندك كبيرة. انا فعلا قد الكلمة اللي قلتها. كل واحدة مننا عندها اهداف وعندها النجاح اللي عايزاه، وبيختلف طبعا كل واحدة عن التانية، وكل هدف وكل نجاح لو كان صغير بالنسبة ليكي هيبقى كبير. بيختلف، ومفيش معيار للنجاح ومفيش معيار للأهداف. لا، حطي كل حاجة نفسك فيها، وبعدين ده بيختلف أصلا من شخص لشخص. مفيش نجاح زي بعض ومفيش أهداف زي بعض، وكل واحد فينا ليه حياته مختلفة جدا. حطي اللي انتي عايزة تحطيه واسعي ليه وتطوري فيه واستثمري في نفسك قد ما تقدري. استثمري في نفسك، ده بيعلي ثقتك في نفسك وبيخلي عندك شغل انك انت تشتغلي على نفسك. انا بشتغل على نفسي وبحقق ذاتي، فده بيديكي بوزيتيف انرجي جميلة جدا. رقم 2، اعرفي انت مين. اعرفي انت مين، دي اهم حاجة المفروض تسعي ليها، دي اهم موضوع في الثقة بالنفس. اعرفي انت مين، اكتبي كل حاجة عن نفسك. انت اصلا لما بتصاحبي حد، لما انت مثلا تيجي تصاحبي حد جديد وتقولي لا انا معرفوش فانا مش هصاحبه مثلا، او ببقى مترددة اني انا اصاحبه في الاول، فانت ازاي عايزة تكوني عارفة كل حاجة عن نفسك وانت اصلا ما تعرفيش حاجة عنها؟ ازاي عايزة تكوني شخصيتك قوية وانت اصلا ما عارفاش حاجة عن نفسك؟ لا، اكتبي كل حاجة بتمر بيها في يومك، اكتبي الشعور اللي بتحسي بيه، اكتبي كل تفصيلة وأدق تفصيلة صغيرة عن نفسك. جيبي نوت جميلة اكتبي فيها اللي انت عايزاه، تكون نوت مزخرفة وجميلة وفيها يعني حاجة حباها باللون اللي انت بتحبيها، واكتبي كل يوم لو حاجة بسيطة بس عن نفسك.
هتعملي لنفسك حصيلة معلومات قوية جدا، حصيلة معلومات أصلا قوية جدا عن نفسك. هتعرفي نفسك وهتفهميها وهتقدري كل حاجة بتمر بيها، وهتقدري الشعور اللي بتبقي حاسة بيه. اكتبيه ايا كان انت حاسة بايه، اسعي وطوري لنفسك على قد ما تقدري. دي اكبر حاجة تقدري تستثمري فيها هي نفسك. لو عجبكم الفيديو اكتبولي حابين اتكلم عن موضوعات ايه تاني، وياريت تهتمي بنفسك، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.